السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مش محتاج اقول لكم انكم وحشتوني كتير جدا جدا من الحلقة اللي فاتت، ويلا بينا نشوف حلقتنا المرة دي بتحكي عن ايه وايه اللي هيحصل فيها. بس قبل ما نشوف حلقتنا بتحكي عن ايه، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان خاطر يوصلكوا اي حلقة جديدة، سواء من رواية شيء اسمه الحب او اي رواية تانية. والله بينا نشوف ايه اللي هيحصل مع مراد وسرين. يلا بينا. سيرين اول ما خرجت من غرفه مراد ما قدرتش انها تمسك نفسها، وكالعاده عيطت. بقت بتعيط كتير جدا، برغم ان هي عمرها ما كانت بتعيط كتير كده، اصلا عمرها ما كانت بتعيط. وصلت عند غرفه خديجه، مسحت دموعها وبصت لها. خديجه قالت: مالك يا سيرين، في ايه؟ مراد اعترف لي بحب. خديجه قالت بابتسامه وفرحه: ايه ده بجد؟ طب دي حاجه كويسه، صح، حاجه كويسه جدا. بصيت لها لما لقيت ان واضح على ملامحها العياط وان هي زعلانه. فيها يا سرين؟ هو في حاجه حصلت؟ هو مش كده كويس؟ مش ده اللي انت كنت عايزاه؟ ايوه، وانا رفضته. نعم. مش ده اللي انت كنت عايزاه؟ ليه رفضتيه؟ عشان خاطر مش على حساب كرامتي يا خديجه. انا جيت ورحت له وقلت له، وهو بكل بساطه رفضني لان انا بنت ملاكه. وهو دلوقتي لو انا قلت له تمام ويلا ومش عارف ايه، هو بعد كده هيعايرني بده، وانا مش هسمح بحاجه زي كده. مش هضحي بكرامتي عشان خاطر حاجه اسمها الحب. ما هو بص يا خديجه، انا لو رجعت له دلوقتي بعد كده هيجي يعايرني بحاجه زي كده، وهيعايرني ان انا بنت ملاكه، وهينسى ان هي حاجه مش بايدي اصلا. عند 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 طاهر اللي كان بدأ ان هو يخرج من الباب عشان خاطر يسافر خلاص. بص لثواني على الباب، المفترض بص لثواني على الباب اللي محفور جواه بنت الجيران. بنت الجيران حلا كان مستنيها تخرج، لكن هي ما خرجتش. بدأ ان هو يتحرك ويخرج من العمارة وهو مكسور. هو كان حتى فاكر ان هي ممكن انها تودعه. اما عن حلا اللي قالت: بابا، آه، طاهر ماشي النهارده، خليني اودعه على الاقل يعني يا بابا. لا، تودعي بتاع ايه؟ بتاع ان هو لما يرجع هيخطبني. نعم، هو مين ده اللي هيخطبك؟ والله يا بابا اول ما يرجع هيخطبني على طول. هو على فكرة هو رايح يكون نفسه عشان خاطر، صدقني هيكون نفسه وهيرجع معاه فلوس كتير، وهيفتح مشروع في مصر، وهيفتح بدل مشروع 2 و3 وكده، وهيبقى معاه فلوس. ساعتها انفع ان انا اتجوزه. والنبي يا بابا بقى خلينا اودعه. لا، مش هيحصل. هي سابته وطلعت جريت، فتحت الباب وخرجت. ندهت على طارق. طارق التفت ليها وبصلها وظهر على وشه ابتسامة أول ما شافها. هي جريت عليه وحضنته وهي بتقول له، حلقة حضنت طاهر وهي بتقول له: هتوحشني، هتوحشني أوي يا طاهر. وانت كمان هتوحشيني أوي يا قلب طارق، يا قلب طاهر. انت مش هتتأخر، صح؟ حاول ما تتأخرش، ارجع على طول. ها؟ ان شاء الله مش هتأخر. حاول ارجع في اسرع وقت عشان خاطر اتجوزك. قرب منها باباه وبدأ ان هو يشد لحالها، وهي في قصادهم وهو بيقول له: مع السلامة يا طاهر، ترجع بالسلامة يا ابني. واخد حالها ومشي من غير ما حتى طاهر لحق ان هو يرد عليه. اخدها ودخلوا الشقة، هو مسكها من شعرها وهو بيقول لها: انت رايحة، انت مالك بيه؟ ايه ده؟ انت متخلفة؟ تعملي كده قدام ابوكي؟ ايه الحقارة والقذارة دي؟ ما تلمي نفسك شوية، ما تختشي على دمك. يا بابا، يا بابا انا بحبه وهو هيرجع وهيخطبني، صدقني يا بابا. لا، مفيش حاجة اسمها كده. اما عند طه اللي مشي هو مبسوط انه على الاقل ودع حلا، اكتر واحدة هو حبها وملكت قلبه الصغنون البريء. عدت الايام وطاهر سافر، راح البلد اللي هو اتغرب فيها. اول ما سافر مراد جاب له شقه وظبط له الدنيا، لكن كان طاهر حاسس باكتئاب شديد لانه هو اتغرب وسط ناس ما يعرفهمش، وسط ناس هو عارف لغتهم بالعافيه، وسط ناس عاداتهم وتقاليدهم غير عاداته وتقاليده خالص، وسط ناس غريبه وبيعملوا حاجات غريبه بالنسبه له، وسط اجواء جديده وحاجات مختلفه. وفي مره كان بيكلم مراد حكى له كل حاجه في حوار سرير. هو قال له: الصراحه انت غلطان، ودي حاجه انا ما اقدرش ان انا انكرها يعني.
قلت كلام يا مراد ما كانش ينفع انك تقوله خالص، وقلت كلام واقع كمان. ان انا شايف يعني انك تحاول معاك كذا مره وما تستسلمش. على فكره هي بتحبك، بس يعني مش على حساب كرامتها، فاهم؟ بس احاول توصل لها انك مش هتعمل كده تاني. انت بس قلت كده لحظه غباء منك مش اكتر. بس يعني معرفش بقى، بس اللي اعرفه اللي انا مش هسيبها الا لما نكون متجوزين ولما نكون مخطوبين كده. ماشي يا عم، ربنا معاك. أم، اقول لك إيه يا مراد، ما تحاول تيجي هنا شويه. يوه والله انا مشغول جدا جدا، مش هعرف اجي. ما باجيش كده الا كل فتره عشان خاطر الشغل، بس يبقى فيه مخزونات وحاجات، بس عشان كده باجي. لكن انا مش باجي، ببقى مشغول قوي والله. بص انا فاهم قصدك، انت هتلاقيك مش عاجبك الموضوع هناك، بس مع الايام هتتعود. ده اولا. ثانيا انت يعني مش هتفضل عايش هناك بقى عمرك، هما كام سنه تلاقي فيها شغل وتكون نفسك، وبعد كده هترجع مصر يا عم تاني. معلش طول بالك، كله هيعدي يعني. والله بحاول، بس الدنيا هنا خانقه قوي. الصراحه ما انكرش ان البلد حلو، احلى من مصر كمان، بس مش عاجبني الناس غيرنا وطريقتهم غيرنا، وحتى مش عارف اتكلم مع حد. هي حاجه بارده. معلش هتتعود ومش هتكمل يعني. بالليل كانت فريدة راكبة العربية وهي بتتكلم مع السواق وبتقول له "مم، طيب انا دلوقتي مش عارفة، هي ماما كانت قايله لي ان احنا هنروح. بص خد الموبايل، هو ده اللوكيشن، وديني انت بقى عشان مش عارفة المكان ده. خلاص تمام. بس ده بعيد جدا جدا جدا. معرفش بقى، هي قايله لي اروح لها في المكان ده وخلاص. تمام، بس خدي بالك عشان الطريق هيبقى طويل، وكمان هنعدي على صحراء على فكرة. يوه صحراء، انا بخاف جدا من الصحراء. لا حاول تقوي قلبك شوية. بعد مرور من الوقت كانوا وصلوا عند مكان الصحراء، وهوب كان البنزين خلص. هنا هم خرجوا من العربية. يوه ده البنزين خلص. يا لهوي، طب احنا هنفضل واقفين هنا؟ الدنيا ضلمة قوي، ممكن يطلعوا ذئاب. ذئاب ايه بس؟ اهدي، احنا في فيلم فانتازيا. متقلقيش، ان شاء الله مش هيبقى فيه ذئاب. احنا بس ممكن نلاقي تعابين مش اكتر. اوه تعابين بتشك؟ لا لا، انت بتتكلم بجد؟ اه والله. اهدي ما تقلقيش، ان شاء الله ما تخافيش، ان شاء الله مش هيطلع فيه حاجه. طب احنا هنعمل ايه؟ انا خايفه قوي. بدأ ان هو يتحرك، وبدأ يجيب خشبتين، وبدأ ان هو يعملوا كده بطريقه معينه عشان يطلعوا نار. وقعد هو بيقول لها بص ايه، ادي دلوقتي الدنيا نورت، وشويه كده يبقى في شبكه، لان الواضح ان مفيش شبكه. وقرنا على حد يجي يجيب عربيته ويودينا، ساعتها بقى نبقى نشوف هنعمل ايه. تمام. تمام. بس انا خايفه. ما تقلقيش بقى، انا معاكي ما تخافيش. وبعدين في نور هنقدر نشوف يعني، شوفنا اي حاجه هنطلع نجري قبل ما اي حد يكون. انت بتتكلم بجد؟ ما تقلقش والله، الصحراء دي نادرا لما بيحجي حيوانات فيها. ده اولا. ثانيا حتى لو جه متقلقيش يعني، هنبقى مع بعض. خلاص تمام ماشي. بس بس يعني انت مش خايف ازاي؟ عادي عادي، حصلت معايا كذا مره. ده اولا. ثانيا لما كنت في الجيش برضو كنا حياتنا كلها في الصحراء اصلا، بس يعني فعادي بنبقى متعودين على كده. وبعدين ده، فاهمه؟ ايوه فهمتك خلاص. بعد مرور ربع ساعة كانت فريدة بدأت إنها تتأقلم على الجو، وقالت ياه، بس تصدق الجو طلع حلو على فكرة. اه حلو، هادي وبعيد عن العالم، والهوا فيه نقي، بس الصبح بيبقى حر جدا. امم بس كويس يعني، جميل. هو صاحبك ده هيجي امتى؟ بقولك ايه، ما ترن عليه، ممكن تكون الشبكة جت. ماشي. فعلا بطلع موبايله وبدأ ان هو يرن عليه، لكن برضه الشبكة كانت قطع. اوه تعالي نمشي شوية، ممكن نلاقي شبكة. يو، لو مشينا هنبعد عن النهر، وساعتها الدنيا هتبقى ضلمة. ما تقلقش. هي مسكت ايدي، هي مسكت ايده، والثواني كده حست بكهرباء ودقت قلبها قوية. اول ما لمست ايده هو بص لها كده بابتسامة، وهي بصت له بنفس الابتسامة، وبدأوا يتحركوا في الصحراء. واخيرا رن عليه، وبدأ ان الموبايل ان هو يرن. هنا هما كانوا مبسوطين لدرجة ان فريدة بدأت انها تتنطط. صاحبه قال له انا جاي اهو، جاي لك. انت فين؟ كلم صاحبه وقال له بقول لك احنا في صحراء، والشبكه فيها كانت قطعه، وانا عرفت اوصل لك بالعافيه. حاول توصل لنا في اقرب وقت، وانا هبعت لك اللوكيشن. تمام. فعلا هو بعت له اللوكيشن، وصاحبه بدأ ان هو يتحرك عشان خاطر يوصل لهم الصحراء.